السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير كده دايما يا رب. معاكم مطبخ ام مودي. ان شاء الله النهارده هنحضر مع بعض احلى فطار. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. اللهم امين كده. شهر الخير بقى وشهر البركات، اللهم دمها نعمة يا رب كده. هنا بصوا، اول حاجه دخلت بقى المطبخ قلت اعمل اول حاجه واخلص منها العصاير. تمام. عشان يعني اعملها بسرعه وتلحق تبرد كمان، قرب المغرب كده، واروح حاطاها في التلاجة تسقع شويه. تمام. جبت كده حلتين، حطيت في كل واحده 4 معالق سكر. حطيت يا دوبك بصي السكر بس يسيح منك شويه. تمام، يكرمل كده يدي. بس يعني ما تخلوهوش يوصل لدرجه ان هو يتحرق، عشان ما يمررش معاكي ويخلي لك العصير طعمه مر مش حلو. تكوني مهديه النار عليه. اول ما يتكرمل كده معاكي تروحي نازله بقى ايه بالعصير اللي انت هتعمليه. انا هنا هعمل دوم وهعمل خروب. إيه، حله توم وحله خروب كده. انا عندنا بيحبوا الخروب، وكمان انا بحب الدوم. بما ان ضغطي دايما بيبقى عالي، فانا قلت ايه اطلع حبه دوم كده اعملهم اظبط بيهم ضغطي. بقالي كام يوم من اول ما بدأ رمضان بيني وبينكم من ليله السحور والله وانا ضغطي عالي، مش عارفه ايه السبب يعني. الحمد لله على كل حال، يعني باخد العلاج وما فيش فايده برضه. فقلت بعمل حبه دوم كده واعمل حبه خروب. تمام. اول ما بتحسي كده ان السكر خلاص زي ما قلت لك كارمل، بتحطيه وتقلبي كده الدوم او الخروب مع السكر، عايزاه ياخد ايه حلاوه الدوم. وبعد كده انزل عليه بميه مغليه، تكوني غاليه ميه وتروحي نازله بيها. تمام، على الحلتين بقى او على نوعين العصير اللي انت بتعمليه بس. واسيبه بقى ايه ياخد كده غلوتين تلاتة، يغلي كده مع بعضيه كده شويه الدوم مع السكر بس كده. ولما يبرد خالص يعني ياخد غلوتين تلاتة وتطفي عليه. واول ما يبرد زوديه ميه ساقعه بقى وتصفيه، وتحطي بقى عندك في برطمانات، في شفشق، في ازايز، وتشيليه عندك في التلاجة لحد ما يسقع شويه وتفطري بيه بألف هنا وشفا. هنا بصوا سبته بقى ايه يهدى شويه، خلاص كان اخد غلوتين تلاتة عبال ما رحت قشرت كام بصلايه وغسلتهم وقطعتهم بقى، قلت ايه افرمهم. تمام. لو ما حطيتش لسه الفيديو لايك، يلا حطي فيديو لايك وكومنتك الحلو كده والدعوة الحلوة بتاعتك والاشتراك في القناة وفعلي زر الجرس واختاري منه كلمة الكل اللي هي تحت الفيديو عشان يوصلك كل جديد وكل فيديو اعمله. هنا بقى خدت كمية البصل. جبت طاسة حطيت فيها معلقة سمنة ومعلقة زبدة. عايزة تحطي سمنة بس ماشي، زبدة بس ماشي، بس راح تحطي زبدة حطي معاها معلقة زيت. تمام. ونزلت بكمية البصل وقلبته كده يعني يا دوبك، بس ده بقى حاجة بسيطة ونص. رحت نازلة ببشر. كنت هنا جايبة جزرتين بشرهم، غسلتهم وقطعتهم وبشرتهم. تمام. على البصل. وبرضه اقلب كده لحد الاتنين كده ايه ما يتبلوا كده مع بعض شويه، او يعني يخشوا في استوا حاجه بسيطه. واروح نازله بمعلقه فلفل اسمر ومعلقه ملح ومعلقه شطه مع معلقه بابريكا. التوابل بقى اللي انت بتحبيها. تمام. حابه تحطي ملح وفلفل بس مفيش مشكله، بس بقيه التوابل بتعزز الطعم يعني. بصل وفلفل. حطيت فلفل اسمر، وحطيت ملح، حطيت معلقه بصل بودر وبابريكا وشطه، يعني تبلتها تتبيله حلوه قوي. تمام. وكله بقى ادمج كده كله مع بعضه لحد ايه ما يتبلوا كده شويه او ياخدوا في السوا. اروح نازله بكميه اللحمه المفرومه بتاعتي. انا هنا معايا نص كيلو لحمه مفرومه. الكميه دي بتاعتك انت بقى. بصي، واروح مقلبه كله كده كده وقلب قلب قلب. وزي ما انتم شايفين حاطه الخروب والضم على جنب عشان يبردوا خالص. هما خلاص كانوا اخدوا غلوتين تلاتة وزودتهم بعديها ميه ساقعه. تمام. ورحت بقى مطفيه النار بقى سايباهم يبردوا خالص عشان ايه احطهم في شفاشه واشيلهم. تمام. جبت هنا بقى ايه بطاطس. كان عندي بطاطس كده متوسطه الحجم، قشرتها كويس وقورتها. بس بتجيبي المقوار بتاعك اللي هو عادي بتاع المحشي يعني، وتروحي ايه فاتحه كده فتحه وتقوريها. تمام. انا هنا مقطع كنت مصوره بس ما لقيتوش تقريبا، ما كان بيصور على الفاضي يعني. كنت عايزه اوريها لكم وانا بعمله. المره الجايه ان شاء الله لما اعمله اركز وانا بصور. تمام. هنا رحت مقوراه. بصوا ازاي تفتحي فتحه كده في النص وتروحي مقوره مطلعه القلب بتاعها. يعني هعمل ايه بطاطس النهارده باللحمه المفرومه، محشيه باللحمه المفرومه، وهنعمل شويه رز كده ايه بالشعريه، حكايه بجد يعني احلى فطار. خلاص بعد ما بتعملي البطاطس كده وتقوريها وتروحي غسلاها كويس قوي تحت الميه وتروحي مصفياها في مصفى.
اروح جايبه طاسه فيها زيت واسيبه يسخن كويس قوي، واروح نازله بقى ايه بعدها بالبطاطس بعد ما غسلتها وصفيتها. تمام. وهنا بصوا انا عملت العصاج خلاص. هنا عملت العصاج حطيت عليه بصل بيدي طعم بيدي، حطيت عليه جزر بيدي طعم حلو قوي. جربوه بالطريقه دي هتعجبكم ان شاء الله. يعني برضو اختلاف، برضو تنويع، ننوع شويه في الاكل، برضو بيدي طعم حلو قوي. كانت خلاص كده العصاج استوى. سبته طبعا بتظبطي الملح بتاعك لو يعني دوقي بطرف لسانك بقى كده. انا عارفه ان احنا صايمين وكده، بس بحاول ندوق يعني بحاجه بسيطه بحيث ان احنا نظبط برضو الملح بتاعنا والاكل. خلاص ظبطت الملح وكله تمام، وركنته بقى على جنب كده لغايه ما اخلص كميه البطاطس بقى ايه ان انا اقليها. تمام. هنا بصوا قليتها كويس قوي اهي. يعني خلصت دور وحطيت دور تاني طبعا عشان ايه الحق اخلص قبل المغرب كمان. وجبت هنا حله حطيت فيها معلقه زبده، وحطيت معاها كمان معلقه زيت. هنا بقى هعمل صلصه الصلصه بتاعت اللي انا هحطها على البطاطس. تمام. نزلت البصلايه هنا، طبعا ده البصل اللي كنت فرماه. انا خدت منه جزء للعصاج وسبت منه ايه جزء عايزاه، فخدت منه يا دوبك معلقه بصل كده مفروم يعني، معلقه كبيره كده مع الزبده. هشوحها كده كويس قوي، وطبعا هنزل عليها ايه بالصلصه. انا هنا عندي صلصه مفرزاها في الفريزر عندي، طلعتها تفك. لو ما عندكيش مفيش مشكله، عندك طماطم اضربيها وانزلي بيها، ما عندكيش برضو طماطم صلصه جاهزه عاديه خالص، برطمانات اللي هي جاهزه، خدي منها معلقتين 3 حسب بقى كميه البطاطس اللي انت عاملاها، وتنزلي بيها كده على البصله وتروحي مزوده لها ميه. انا هنا بقى عشان كان عندي طماطم انا يعني مفرزاها يعني عندي في الفريزر شايلاها. فطلعت كيس فك، حتى بصوا لسه في جزء ما فكش فيه يعني. حطيته على البصل، وحطيت التوابل بتاعتي فلفل وملح ومعلقه بابريكا ومعلقه شطه. ممكن تحطي كمان مكعب مرقه بيدي طعم حلو قوي. بس وهسيب بقى كده الصلصه تتسبك كده، ممكن ازود لها شويه ميه كمان لو الصلصه عندك قليله. اهو نجهز كل حاجه كده على ايدينا. وهنا جبت في اللبانه دي، بعت ابني جاب لي لبن عشان اعمل طبعا بلح باللبن. وخدت بقى كده الحاجه بتاعتي رحت بيها ايه كده على الرخامه بتاعتي، وحطيت بقى ايه كانت البطاطس خلاص قليتها. تمام. وسبتها يعني تبرد شويه تهدى بس كده، والعصاج جاهز طبعا زي ما انتوا عارفين. حطيت كده حبه في طبق، وجبت الصينيه بتاعتي. هاخد بقى كل بطاطسيه، تاخدي بقى بطاطسيه تحشيها بقى. انا جبت كده معلقه صغيره، وبدات ان انا احشي ايه احط العصاج جوه البطاطسايه. وارصه كده بقى في الصينيه. بصوا اكله جميله جدا، اكله مشبعه ومغذيه جميله. بجد عجبتهم قوي. انا عندي هنا بيحبوا البطاطس المحشيه دي، وكمان الخرشوف وكده، بس يعني الاكتر بيحبوا البطاطس. فبيني وبينكم لسه انا ما جبتش خرشوف السنه دي، يعني ما فيش لسه موجود في السوق. فانا قلت بقى ايه اغير بقى من الاكل وكده. سالتهم اعملها لكم، قالوا لي تمام، هما بيحبوها جدا. وهنعمل كمان جنبها شويه رز بالشعريه زي ما قلت لكم. انا عندي بيحب الرز بالشعريه، واللهم بارك يعني الاكل عجبهم بسم الله ما شاء الله يعني. يا رب كده صحه وعافيه يلا على قلوب. تمام. هترصي بقى كده زي ما قلت لك، هتمسكي بطاطسيه تحطي فيها كده العصاج اللي انت عملتيه. وبعد كده ترصيه في الصينيه بتاعتك. وده كده شكله لما رصيت كل الكميه بتاعتي بالظبط طلعت على قد الصينيه. رصيت بقى كده كل البطاطس بتاعتي. تمام. هجيب بقى الصلصه بتاعتي اللي احنا عملناها مع بعض. تمام. اللي انا قلت لكم ايه بصلايه صغيره وشوحتها بمعلقه سمنه، ورحت حاطه عليها الصلصه ايا كان بقى الصلصه، سواء صلصه معلبه عندك جاهزه يعني، او عاملاها عندك في الفريزر وشايلاها، او طماطم ضربها في الخلاط وبرده حطيتيها تسبك. اي حاجه بقى اعمليها. وطبعا هتتبلي التوابل بتاعتك. دقتها طبعا كده بطرف المعلقه، شفت لو محتاجه ملح او حاجه ظبطت طبعا توابلي وملحي، ورحت نازله بيها كده ايه على البطاطس. تمام زي الفل قوي. وزودي حاولي ان انت تزودي الصلصه شويه عشان يبقى فيها كده زي صوص كده ايه صلصه حلوه قوي ياكلوها كده مع رز يعني. كده تمام هي جاهزه خلاص كده تمام زي الفل. هدخلها بقى ايه الفرن بتاعي. طبعا انا مولعه الفرن قبليها بشويه يسخن يعني قبل ما ادخل الصينيه. تمام اهو
زي الفل قوي. ادخلها بقى الفرن واشوف هنعمل ايه. دخلتها خلاص الفرن، وقلت بقى ايه هعمل حبه بقى شويه رز كده بالشعريه. طبعا انا كنت غاليه اللبن حطيته بقى على جنب كده. هعمل بلح باللبن برضو دلوقتي. والعصاك خلاص دي الكميه اللي فضلت معايا. لو انا مش محتاجاها هتاخديها تستني بس لما العصاك بتاعك يبرد خالص تماما، وتجيبي كيسه او علبه بلاستيك ايا كان بقى اللي عندك. لو الكيس اللي هو حفظ الاكياس اللي تحفظي فيها الاكل يعني، وتشيليها عندك في الفريزر لاي اكله حبيتي تعمليها، هتطلعيها تفك معاكي شويه وتعملي بيها اي حاجه. تعملي بقى مكرونه بشاميل، حبيتي تعملي جلاش، حبيتي تعملي برضو ممكن بطاطس تاني، اي حاجه بقى دخليها معاكي. تمام، هي جاهزه معاكي كده طبعا، احنا مجهزاها ومتبلاها وكله تمام. جبت كده حطيت معلقه سمنه تمام، وحطيت معاها معلقه زبده. حطي سمنه وزيت، سمنه وسمنه بس. حطي زبده، ولو هتحطي زبده هتحطي زيت معاها. تمام. ورحت نازله بكميه الشعريه اللي انا محتاجاها كده، ورحت مشوحاها لحد ما تاخد اللون الذهبي معايا. مش عايزاها تغمق قوي، تفضلي تقلبي فيها عشان ايه ما تستيش عنها، عشان ما تغمقش معاكي وتخلي الرز طعمه ممرر او حاجه. تمام. ورحت غاسله كميه الرز بتاعتي ومصفيها كويس قوي، وقلب قلب قلب، نقلب كل ده مع بعض كده، واظبط بقى ايه احط ملحي واحط ميه الرز، واسيب كل ده ايه يستوي. ايه رايكم في فطارنا النهارده؟ كان بصوا حلو قوي يعني لحد دلوقتي. بصوا غليت بقى ميه، طبعا ما تنزليش بقى ميه ساقعه طبعا، لا، انا غليانه ميه هنا في الكتل، وحطيت الميه بتاعتي وهحط الملح، وهتحطي معلقه صغيره كده معلقه فلفل اسمر. مادام بتعملي بالشعريه معلقه صغيره خالص. والملح بقى بتاعك ظبطي حسب كميه الرز اللي انت عاملاه. ممكن يعني الرز بتاعك مثلا ياخد معاكي 3 معالق ملح، معلقتين ملح، حسب انت عامله كميه قد ايه. كل واحد بيبقى عارف الكميه بتاعته، فبيظبطي ملحك على ايه على اساسها. بس وهسيبه بقى كده يستوي معايا، وتعالوا بقى نروح نعمل ايه نجهز بقى البلح باللبن، لكن خلاص الوقت قرب يعني خلاص. فرحت جايه اخده كميه بلح طبعا، فصصته وشلت منه النوى بتاعته، وغسلته تحت الميه شويه كده، وممكن انقعه شويه بحبه ميه، وبعد كده اصفيه واروح جايبه الكوبايات بتاعتي حسب بقى افراد عيلتك. ورحت رصه كده البلح بتاعي حطيته في الكوبايات، وهنزل عليه باللبن، واحلى بلح باللبن بجد. طبعا اللبن بيبقى سخن شويه عشان عايزاه اللبن، عايزه البلح يبقى طري، وعايزه كمان ياخد يشربه كده يعني اللبن لما اشربه احس انه اخد من العسل البلح، بيبقى طعمه حلو قوي. في ناس ما بتحبوش باللبن، ممكن تعمليه بالميه عادي، تحطي نفس الحكايه البلح تحطيه في ميه وتسيبيه خالص، ما تحطلوش سكر ولا اي حاجه، هو كده كده الميه بتاعته البلح بيبقى مسكر، فهتاخدي هتشربي حتى ميته هتبقى مسكره وطعمها حلو قوي. وبألف هنا وشافي كده على قلوبكم يا رب. حطيت بقى كده اللبن بتاعي، اللهم بارك يعني، على حسب بقى سألت بقى مين هيشرب لبن بالبلح يعني ومين لا. اهو كده جاهز خلاص. وهنا البطاطس كانت خرجت خلاص من الفرن، اخدت بقى سواها، وبعد ما استوت كده من تحت ولعت عليها من تحت طبعا استوت، وبعد كده رحت مطفيه عليها وفتحت عليها الشوايه، اخدت لها بس لون. والرز اهو اللهم بارك جميل جدا. هنا بقى حبيت اعمل ايه شويه شوربه لسان العصفور. بصوا انا عملت حله صغيره يعني كوبايه لسان عصفور كده، حمرتها في معلقه سمنه. تمام. وكان عندي طبعا جزر زي ما انتم عارفين، بشرت لها جزرايه وحطيتها معاها، بتدي طعم حلو قوي بجد. هي حله يعني حله صغننه. وبصوا بقى بقيه العصاج اللي عندي اتبقى، قلت كميه كبيره، طب ما انا عندي لفه جلاش في الفريزر، طلعتها بيني وبينكم فكت. تمام. ورحت جايبه معلقه يعني كده زي كوبايه سمنه، سيحتها، ورحت جايبه العصاج حطيته في طبق، ورحت قاعده على الترابيزه بتاعتي، ورحت لفه الجلاش بتاعي رول كده. ان شاء الله اعمله لكم في فيديو لوحده كده يعني منفصل. وتعملوه عشان طريقته بتبقى حلوه قوي، وطعمه بصوا ما اقولكوش عجبهم بجد، اللهم بارك والله ما اتبقت ولا واحده بجد النهارده يعني خالص. الف هنا وشفا على قلوبهم يا رب كده دايما. ده كان شكل الاكل النهائي زي ما قلت لكم، حاجه حلوه قوي وسهل وبسيط. جربوه كده. البطاطس المحشيه بالعصاك هتعجبكم ان شاء الله. وده كان الجلاش لما خرج من الفرن. هي كانت لفه عندي، قلت هي لفه وباقي عندي. عايزه اقول لكم كمان ان اتبقى كمان اتبقى عصاج برضو، سبته زي ما قلت لكم بارد خالص، رحت اخده كميه اللي بقت حطيتها في كيسه وشلتها عندي كده ايه في رف الفريزر. قلت بقى اي اكله كده مثلا ممكن اطلعها اعملها مره، اعمل جلاش جنب الاكل، ممكن نعمل بقى جنبها مكرونه وازود عليها، يعني اعمل اي حاجه بيها. وده كان شكل النهايه بعد ما غرفت خلاص، كان الاذان خلاص يا دوبك يعني، كان بيأذن في القاهره يعني واحنا هنا في اسكندريه. تمام. انا كنت بقى بلحق نفسي اغرف، وفي نفس الوقت عايزه اصور لكم طبعا شكل الاكل. يا رب يكون شكل الاكل عجبكم كده وتعملوه وتجربوه. جلاش
وعملت لسان العصفور. بصوا حكايه قوي، طلعت حلوه قوي. دوبك عملت حله صغيره زي ما قلت لكم. البطاطس والرز والمخللات دي طبعا، الليمون ده انا اللي عاملاه، والزيتون برضو انا اللي عاملاه قبل رمضان. لايكات برضو هتلاقوها عندكم على الفيديو على القناه. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب.